ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم المستشار الجليل محمد عادل في حلقة جديدة من البرنامج بتاعنا، وبرنامجك انت المفضل وبرنامجي انا المفضل. تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب تكتب كومنت الحاجات الحلوة دي كلها عشان كده نتطور عشان اجيب مج تاني واجيب وردة هنا. انا عايز اجيب وردة هنا، فانت لما تشترك انا هجيب وردة هنا. المهم عاملين ايه؟ يا رب ربنا يخفف من مشاكلكم، ويا رب تكتبوا لي مشاكلكم اللي ما اكيد عندكم حاجه اكتبوها لي عشان نحلها. وهيا بنا نبدا سريعا بدون عطله كتير في موضوع المشاكل ده، عشان انت فاهم بقى، عايزين بقى نحلها بقى سريعا بقى. انت عارف خبره الحياه بقى اللي عندي وازاي افيدكم بقى وكده. فيلا بينا نفتح ترسانة الاسئله. مرة كنت مع قريبي، فقريبي حدف طوبة تحت عربية، قام 4 كلاب طلعوا نفخونا. 4 كلاب طلعوا يعني الكلاب أظن يا جماعة وضحوا يا جماعة، قلنا 200 مرة وضح. بس أنا فهمت إن الكلاب كانت نايمة تحت العربية مثلا، وانتوا شطوا طوبة تحت العربية، فالكلاب طلعوا جري وراكم. قريبك ده إنسان مؤذي مبدئيا يا عم، اللي بتشوط طوبة ولا ماشي، بصراحة أنا بعمل كده برضه، ما علينا. طلعوا نفخونا جري، وانا عشان كنت مليان شويه قعدت اقول لهم يا خونه يا خونه عشان مش قادر اجري. ايه الحل؟ جيت لمكانك الصح يا حبيبي، جيت لمكانك الصح. هقول لك ايه الحل. الحل سهل قوي. في مثل، استنى بقى كده عشان بجد عندي مشكله في الامثال. لا يجب ان تكون الاخير حتى ياكلك الاسد. لا استنى، لا مش ده. لا يجب ان تكون الاول. لا افتكرته. لا يجب أن تكون الأسرع حتى تهرب من الأسد، ولكن عليك أن تكون أسرع من أبطأ واحد. فهمت؟ يعني نفترض دلوقتي في معانا 3 أقلام زرقاء. نفترض القلم ده أسرع واحد، ونفترض إن القلم الأحمر ده الأسد. أوكي، ده أسرع واحد وده الأسد. فانت مش لازم تكون اسرع واحد، لا المفروض بس ما تبقاش ابطأ واحد، ما تبقاش اخر واحد في الصف عشان تعرف تجري. والاسد كده هيمسك مين؟ اخر واحد. يا جماعه عبقريه يا جماعه، اعملوا بالامثال الشعبيه اللي انا مش حافظها دي، اعملوا بيها. فنصيحتي ليك يا حبيب المستشار ان انت تعرف حد ابطأ منك مليان اكتر. دي نصيحه حلوه. والنصيحه المنطقيه بقى انك تعمل دايت او ريجيم او اي نظام غذائي عشان تخس فتبقى اسرع. وكده نكون حلينا اول مشكلة في الحلقة التانية. ما تنساش صحيح تشوف الحلقة اللي فاتت عشان لو عندك مشكلة مشابهة ولا حاجة، والله اعلم تحلها يعني. ونخش صح، لا ننسى القاعدة الذهبية ان احنا رشفة مع كل سؤال. فين بقى ثانية مع المستشار كونسلر محمد عادل. سخنة قوي المرة دي. ما تنساش وانت تتفرج عليا على الحلقة يعني تجيب حاجة تاكلها عشان نتناول أطراف الحديث. أنا آسف جدا بجد، أنا آسف، مش عارف كانت في بالي أحلى بصراحة، بس أنا آسف جدا. تاني مشكلة، صاحبي كان متعصب جدا لما دخل فيه جون، قام رمى الدراع في الشاشة. إيه ده؟ اوكي، عامة انا كنت دايما بخاف لما بلعب بلاي ستيشن مع حد ان ده يحصل عامة. فاكيد ده بلاي ستيشن، هو ما قالش بس ده اكيد بلاي ستيشن. يا جماعة وضحوا، ولا ساحر، وضحوا قولوا لي ده كذا كذا كذا. ما علينا. والشاشة باظت طبعا، ما هو مش رامي يعني ريشة. والراجل قافل باب المحل، اكيد صاحب البلاي ستيشن، وحالف يدفعنا فلوس. المهم صاحبي دفع بس عايز نشترك معاه. شايف ايه الحل؟ لازم انا بحل اقفل التابلت كده، لازم اقفل التابلت واحل المشكله. يعني صاحبك غشيم. نصيحه يا جماعه لله يا جماعه، لما استهدوا بالله، ما حدش يبقى عنيف، ما تبقاش غشيم. فكر يا عم، دخل فيك 20 جون وكسرت الشاشه، هتستفيد ايه؟ هنرحب بينا على فين يا بلد؟ هنستفيد ايه لما ياما كده في بعضينا؟ حبوا بعض. حصل اللي حصل، ودلوقتي بيقول لكم ده هتدفعوا فلوس. انا لو مكانك يا صاحبي ولا ادفع له حاجه؟ مش بص تدفعلوش علشان هو
هو ايه؟ هو مستهتر. هو لو كان مقدر قيمة الحاجة ما كانش كسرها. هو عشان مش مقدر قيمتها، يعني لو دفعت له المرة دي كل مرة يكسر حاجة وكل مرة يخليكم تدفعوا له. هو لازم يتقرص. شفت يتقرص دي عشان ما يكررش غلطته. تمام؟ بس دي نصيحتي الشخصية بجد يعني. تاني مشكلة اتحلت مع القهوة. حاسس نفسي سمير ابو النيل. حط صورة سمير ابو النيل جنبي هنا او هنا مش فارقة. حطه عليا، حط على وش سمير ابو النيل. انا بحب الفيلم ده جدا. المهم سخن قوي المرة دي. كنت شغال في محل، المهم كان زحمة جدا عشان عاملين عروض. طب ما تقولي المكان بقى عشان اجي يعني، عشان عاملين عروض. انا اسف، انا بجد انا مش عارف حسي الفكاهي بينحدر ليه، انا اسف. المهم واحد كسر حاجة وجري، والكاميرات كانت فاصلة ومعرفناش نجيبه. مشكلة. والمدير عايز شايلني تمن الحاجة. هو في ايه؟ كل ايه ده؟ في ايه؟ مع العلم هي مش غالية، بس بالنسبة للي باخده كتير. ايه الحل؟ انا قافل التليفون. اول حاجة انت عاملها انك قافل التليفون، دي صح جدا. خليك قافل التليفون وابعت لي ملفك. هبعت لك استقالة، هبعت للمدير بتاعك استقالتك وريح دماغك. يعني ما تدفعش حاجة انت ما تاخدش قدها. يعني دلوقتي مثلا مرتبك 2000 جنيه، ما تدفعش حاجة ب 3000 جنيه. يعني مش اكيد مش شغل شهر كامل وعمال بتعتق وتحزق اكيد لا يعني. انا بدي مثال، بضرب مثال. والله ما تدفعلوش حاجة ومعلش، يعني الزبون اللي كسرها هيتشطر عليك انت. انا معا يا جماعة القهر المديرين. هاشتاج قمع المديرين. انا مدير نفسي حاليا في المستشار، فمحدش يعرف يعمل لي حاجة. هجيب حد وانا اللي ادفعه واشيله الليلة. هجيب حد انا اقمعه. هجيب سكرتير للمستشار او سكرتيرة واتيفر، اقمعها. وكده حلينا مشكلة ولا لا؟ ان انت تستقيل. اخلع عشان ده راجل توكسيك. وابعد عن ناس توكسيك، انه عايز يشيلك حاجة مالكش دعوة بيها. المدير الصح اللي يقف جنب معاونينه، اللي يدعم موظفينه، اللي يقف جنب رجالته وبناته. المشكلة الرابعة هنروح فين؟ برافو عليك يا عزيزي المستشار. بقيت خارق، بقيت موهوب ما شاء الله. ماشي الحمد لله. ابويا بيعمل صوت وهو بياكل وانا مش بحب كده، ولما بسمع الصوت بتعصب. اعمل ايه؟ والله ده ابوك يعني، امسكوا عقله علقه. بهزر طبعا، اكيد لا اي حاجه. والله انا برضو ما بحبش الاصوات العاليه، بس اظن عندي ليك حل مناسب يا حبيبي. نفترض انكم بتاكلوا على سفره، فالسفره تبقى عامله ازاي؟ السفره عامله زي كده بالظبط. ابوك مثلا بيرقص. انا نجحت ازاي في ثانويه عامه؟ بيقود السفره، فبيقعد على كرسي الربان اللي بيبقى هنا. قلنا هي كده، هو بيقعد هنا بقى. فانت ما تقعدش جنبه عشان تسمع صوت بدقه عاليه، تسمعها فاهم بدقه عاليه قوي، اعلى من اللزوم. فما تقعدش جنبه. اكيد ده مش عقوق يعني، بس اقعد بعيد شويه عشان الصوت مش اكتر. يعني انتوا تتفرجوا على ماتش ولا حاجه، اقعد جنب ابوك عادي، يحبوا بعض يا جماعه. فانت اقعد بقى قود ولا ما تاخدش، تزيل السفره. هو يقودها، انت تزيل. صعب جدا تسمع صوته يعني لو السفره بعيد. غالبا ابوك مش واخد باله، غالبا الناس ما بتبقاش واخده بالها ان هم بياكلوا بصوت عالي اصلا، فمحدش بيبقى واخد باله او بيعمل ايه. فحاول تلفت انتباهه كده. بقول لك ايه، فرجوا على الحلقه يعني. شغل، انا عرفت حلقه عظيم هتشكرني. شغل حلقه المستشار دي بصوت عالي. هو هيسمع دلوقتي، وطي، ما تبقاش عبيط بقى. وعلي بقى في حته لما اقول انا هتكلم دلوقتي عن المشاكل اكل الصوت العالي. هتكلم عن موضوع بصوت عالي، فانت تعلي كمان شويه. اول مره واحده كلمه اضرار تقوم انت معلي التلفزيون فتسمعه، فهو ان شاء الله ياخد باله. اسمع مني. طبعا اضرار الصوت العالي زي ما احنا عارفين ان هي ممكن تزعج كل اللي حوالينا غصب عننا واحنا ما نعرفش. فيا ريت يا جماعه نلتزم باتيكيت الطعام.
يا ريت نلتزم باتيكيت الطعام يا جماعه. وطي تاني ولا خليها خلاص؟ انا بتكلم ليه؟ خلاص هو سامع، ان شاء الله يكون سامع. كده حلت لك المشكله يا عزيزي اللايف. مش عارف بجد، مش ممكن. كرياتيفيتي انسان يا جماعه. ما مستشار اعمل ايه؟ طب مستشار، طب اعمل ايه؟ ها، قبل المشكله الاخيره. برافو عليك، انت بقيت لميح، بقيت لماح، بقيت لموح، بقيت لمح. دي درس اسمه ايه؟ لو انت شاطر اكتب لي في الكومنتات تحت. انا بختبرك يا طالب تالتة اعدادي اللي مش بتذاكر ولا بتفتح منهج العربي. انا بختبرك دلوقتي. ايه، ربنا يقدرنا على فعل الخير. في تاريخ 7/4/2026، ده ما شاء الله موثق التاريخ، واحد قريبي كان حالف لو يوصلني الكلية. فاحنا نازلين وهو لسه بيتحرك من ركنة، عربية رجعت خبطت له الاكسدام. فشالت الدهان بتاع العربية. احنا لسه بنتكلم مع الراجل بمنتهى الهدوء وهو بيجعجع معانا، وكل شوية يقول انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ والمشكلة ان العربية كانت ايجار، عربية قريبي. مشكلة الايجار ده. اقول عشان نوديها لحد يرشها، عايز ترش يعني ماشي. وهو بيقول انا اضمنكم منين؟ هو مين اللي يضمن مين؟ ده بيردح له عندي. لسه واقف قدامه فحلها لي. يعني كنت اتصل بيا يعني كنت حاطط اتصل بيا يعني لايف عشان احلها لك لايف، بس احاول ما دام انت واقف قدام الراجل يلا نحل المشكله يا سيدي. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. افتكرت، انا بجد افتكرت، عشان انا مريت بموقف شبه كده. انا طبعا ولا خبطت حد ولا اتخبطت الحمد لله، بس انا كنت بمر تاكسي خبط عربيه ملاكي خبطه بسيطه جدا زي اللي انت بتتكلم عنها دي. فالاتنين مسكوا يعني هانوا بعض بلا هدف، يعني ناس اوفر هانوا بعض. بعد ما هانوا بعض الناس بدأت تتلم، يعني عمالين يقولوا ألفاظ مش لطيفة، بدأوا في حاجات بالأيدي تحصل، حاجات مش لطيفة يعني. فأنا شفت الموقف من بعيد كده كشاب رزين بيحاول يحافظ على السلام في بلده ووطنه. دخلت كده بمنتهى الوقار، قلت كده في مشكلة هنا يا باشا ولا إيه؟ قلت الكلمة دي، حد قال لي في مشكلة. بتاع التاكسي اللي كلمني ولا الملاكي والله ما فاكر. الملاك اللي كلمني قال لي ما اشوفه بقى وما اعرفش ايه، عايز بيقول لي انا اضمنك منين؟ نفس الكلمه دي بيقول لي انا اضمنك منين وانت هتمشي وتسيبني وما اعرفش ايه وهتخلع مني من غير ما تدفع لي حقي. اصلا العربيه الملاكي هي اللي اتشخرمت، والعربيه التاكسي عندنا في اسكندريه فيات لادا، فما شاء الله بيستحمل يعني. قال لي وانا اضمنك منين وكده. فالمهم انا قلت لهم يا جماعه فين المشكله؟ اولا انت صور بطاقه ده يصور بطاقه ده، وده يصور بطاقه ده، وانت صور نمر عربيته، وانت صور نمر عربيته، وخلوا وتواصلوا مع التامينات، يعني تامين ده يكلم تامين ده وتامين ده يكلم تامين ده. واخر حاجه يا بتاع العربيه الملاكي قلت له يا استاذ عملت له كده يا استاذ انت امشي. ورحت بتاع التاكسي قلت له يا استاذ يا باشا بقى وما اعرفش ايه، امشي وراه. قلت له ما تسيبوش، يعني انت بتقول لي اضمنك منين؟ تضمن ان انت ما تسيبوش وتصور بطاقته وتصور نمر عربيته. عدل جدا. والعدل اساس الملك ولا الحكم وات ايفر. فمش ورا بعض، فقال لي والله الراجل عمل ايه؟ قال لي انت صح يا ابني. ركب عربيته ومشي ورا الملاكي، والملاكي قال لي انت صح يا استاذ. ركب عربيته ومشي وصلحوا العربيات خلاص واتصافوا واتراضوا وكلنا روحنا مبسوطين وسعداء. ليه فشغلوا مخكم يا جماعه قبل ما تهبوا. انا ما عملتش حاجه خالص غير ان انا شغلت مخي ثانيه وقلت طب ما نمشي وراه، طب ما سهله. ليه بنتلفظ على بعض الفاظ مش لطيفه؟ ليه بنتعامل بهمجيه؟ فعامة انا بكن لهم جميع الاحترام، بس انا عارف برضو ظروف الدنيا وخانقه وكده، عارف الكلام ده كله. انا عارف ان الدنيا بتيجي عليك ساعات، وانا عارف كل الكلام ده، ولا انت بقى خلقك هنا، وانا عارف. بس نسع بعض نحاول. بس كده تكون انتهت حلقتنا النهارده. متنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، تشترك معانا. ما تنساش تكتب مشاكلك، ما تنساش توري الفيديو لاصحابك، ما تنساش ايه مثلا تاني، ما تنساش تعمل حاجات حلوة في الدنيا عامة عشان ربنا يوفقك.
وبس يا جماعه، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.